اعمل متابعة. كان الفرعون أمنحتب حاكم مصر العظيم ليس مشهورا بقوته في المعارك وحسب، بل بجماله الإخاذ الذي كان يضيء القاعة. كانت ابتسامته تحمل وعدا بالسلام، وعيناه تعكسان حكمة الأجداد. أحبه الشعب لأنه كان يحكم بقلب من ذهب. في كل صباح كان أمنحتب يجلس مع وزيرة الحكيم بتاح حتب ليتعلم عن شؤون البلاد. قال له الوزير ذات يوم: يا مولاي، الجمال الحقيقي للفرعون يكمن في عدله لا في ملامحه. ابتسم أمنحتب وهو يتفق معه، لكن لم يكن الجميع راضين. كان راموس ابن عم الفرعون يرى أن الجمال ضعف، وأن مصر تحتاج إلى حاكم بوجه عابس وقبضة من حديد. كان راموس طموحا وغيورا، وينتظر الفرصة لإثبات أن قوته البدنية هي الأهم. في أحد احتفالات النيل تحدى راموس امنحتب بصوت عال أمام الحضور. قال: يا فرعون مصر، لنختبر من هو الأحق بالعرش. هل هو من يجلس بجمال، أم من يستطيع أن يسيطر على قوة النيل الجامحة؟ نظر الجميع إلى أمنحتب في ترقب. أجاب أمنحتب بهدوء وثقة: سنخوض سباقا على النيل يا راموس، لكنه لن يكون سباقا للقوة وحدها. سيكون سباقا يظهر حكمة الملاح وكيفية فهمه لتيارات النهر. فالحاكم لا يقود بالقوة فقط، بل بالاستماع إلى أرضه. جمع راموس أقوى رجال المملكة ليكونوا في قاربه، متأكدا أن العضلات ستكسب. أما أمنحتب فجلس مع بتاح حتب ليدرسوا حركة المياه والرياح. قال له الوزير: تيار النيل هو لسان مصر يا مولاي، استمع إليه وسيأخذك إلى حيث يجب أن تكون. انطلق السباق. دفعت مجموعة راموس القارب بعنف وقوة، متجاهلين الدوامات والمنحنيات. كانوا في المقدمة لبعض الوقت، وصيحات راموس تعلو من الفرح. أما قارب امنحتب فكان يتحرك بهدوء ولكن بثبات، وكأنه ينساب مع الماء. عندما وصلوا إلى منعطف صعب، واجه قارب راموس تيارا معاكسا قويا فأبطأهم وأرهقهم. في المقابل تذكر امنحتب ما علمه الوزير، وقاد قاربه بذكاء ليستخدم التيارات الخفية لمصلحته، ليتجاوز قارب راموس بهدوء. اندهش راموس وهو يرى قارب امنحتب يعبر خط النهاية قبله بفارق كبير. أدرك أن الحكمة في القيادة أهم من مجرد القوة العضلية. نزل راموس من